الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد. معكم عمر محمد سينيور داتا انجينير، اشتغلت على موسم الحج 2025. طيب، البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه النهارده ان شاء الله هيكون از جونيور داتا انجينير. في كتير جدا من الداتا انجينيرز ما يعرفوش يتعاملوا مع الباي سبارك. باي سبارك زي ما اتكلمنا قبل كده هو مفيد جدا في الداتا الكبيره. لو انا عندي بيج داتا ازاي اتعامل معاها، علشان انا الشغل بتاعي بيتقسم فيه على كلاسترز. تمام. طيب، انا ايه المطالب مني عشان اقدر ادخل البروجكت ده؟ لازم اكون عارف بايثون، عارف اس كيو ال، وكمان عندي نولج كويسه عن الباي سبارك. كده كده في توتوريال عندنا على القناه شارحين كل حاجه تخص الباي سبارك. طيب، انا دلوقتي عندي بروجكت. السيناريو بتاعي بتاع البروجكت اللي انا بسحب داتا. الداتا ديت جاياني من سي اس في فايل او من داتابيز او اي بي اي، وعايز اعمل اي تي ال بروسيس بتاعتي، وبعد كده الود الداتا عندي على الداتا وير هاوس. الداتا وير هاوس بتاعتي ممكن تكون سنو فليك، آه ريدس، لا سوري، سنو فليك او بوستجريس. فانا دلوقتي هنشتغل على بوستجريس، هنخلي البروجكت بتاعنا اند تو اند ويكون اوبن سورس. تمام. طيب، قبل ما ابتدي احط ايدي في الكود، وده اكبر خطأ ممكن نتعرض له، لا احنا عايزين الاول نفكر. طيب، ازاي اللي انا افكر؟ لازم ارسم قدامي السيستم ديزاين بتاعي. يعني مش اول ما استلم البروجكت اروح اطبقه على طول، لا لازم الاول اعمل سيستم ديزاين، اشوف انا الشغل بتاعي مظبوط ولا لا، وبعد كده ابتدي الخطوه اللي بعد كده انفذ السيستم ده. طب انا ابتدي ازاي؟ اول حاجه انا محتاج انفذ الشغل بتاعي، ارسمه في دماغي. طب هرسمه ازاي؟ اول حاجه انا هاخد الداتا من مين؟ من السورس، صح؟ خلاص، يبقى انا كده عارف ان في مكان هنا عندي، مكان كده اهو. وين المكان ده؟ نديله هنا مثلا دوت، ونكتب عليه ايه؟ السورس. ده عباره عن ايه؟ عن السورس بتاعي. السورس اللي جاي لي منه ايه؟ الداتا. ممكن نصغره شويه عشان يبقى ايه الدنيا جميله جدا. طيب، السورس ده يبقى جواه ايه؟ يبقى جواه فايلز. الفايلز ديت حاجة زي كده اهوت. وممكن نحط ايه؟ شت تحتيها خط عشان نبقى فاهمين ان ده كده فايلز. والفايلز ده عبارة عن، هجيب تكست، عبارة عن ايه؟ م- عندي هنا، عندي order، وعندي من الاوردرز ديت product products، وعندي كمان order items، وعندي كمان reviews بالمنظر ده، وعندي كمان ايه؟ عندي سيلر، سيلرز بالمنظر. تمام. طيب، انا كده ظبطت كله. بقى عندي اوردر برودكت، اوردر ايتمز، ريفيوز، وكمان السيلرز بتاعتي. طيب، وبعدين انا الداتا ديت عندي هتروح لفين؟ للداتا وير هاوس بتاعتي. طيب، الداتا وير هاوس بتاعتي ديت هي هتتحط جوه كونتينر. انا هستخدم بوست جريس. بوست جريس هحطه جوه الكونتينر وهو دوكر. تمام، اكيد احنا عارفين ايه دوكر. طيب، لو مش عارفين دوكر، في كورس على قناة يوديمي، على الكورس بتاعي على يوديمي شارح فيه كل اساسيات دوكر وازاي نشتغل عليه ان شاء الله. تمام. حتى شارحين فيه كل الداتا انجينير، كل جزء في الداتا انجينير والاساسيات بتاعته. طيب، خلينا كده اهوت، ونيجي نجيب خلفية بسيطة كده. طيب، هنا اهو، ده الدوكر بتاعي. وجوه الدوكر بتاعي هيكون فيه كذا ايه؟
اداء. طيب انا هشتغل ايه جوه؟ هشتغل اول حاجه انا هاخد من السورس، هستخرج السورس، هعمل اكستراكشن. تمام. والاكستراكشن دي هتيجي على مين؟ على، لو انا جيت هنا هتبقى على باي سبارك. تمام. هتبقى كده على باي سبارك، وجوه الباي سبارك هيحصل كذا بروسيس. طب خلينا هنا نجيب افاتشي صورة الافاتشي سبارك اهوت، هنا اهو. ده اللي انا هشتغل عليه. وجوه الاباتشي سبارك بتاعي هيكون عندي حاجتين. هيكون كده عندي برونز، ونسميها برونز، ونديله لون مثلا برونز. وبعد البرونز عندي ايه؟ سيلفر، سيلفر لاير، ودي نديها لون سيلفر والله. السيناريو بتاع اللي هيحصل كالتالي: انا دلوقتي هروح اعمل اكستراكشن، والاكستراكت بتاعي انا هاخده من مين؟ من السورس بتاعي. طيب وبعدين السورس بتاعي انا دلوقتي عملت اكستراكشن واخدت الداتا ديت كلها حملتها في البرونز لاير بتاعتي. بعد كده من البرونز لاير انا هنقلها لفين؟ للسيلفر لاير. كل ده بستخدم مين؟ سبارك. جوه سبارك اعمل العمليات ديت تمام. مش هلود الاول لان داتا وير هاوس بتاعتي وبعد كده اشتغل، لا انا اعبي الشغل بتاعي بعد كده جوه الداتا وير هاوس بتاعتي. يعني اخدت ده كوبي اهو، واديته هنا، خدت دي برضه كوبي وحطيته هنا، وسميت ديت الداتا وير هاوس بتاعتي. تمام. ديت هيكون فيها ايه؟ هيكون فيها الداتابيز بتاعتي اللي هي عباره عن بوست بريس. وديت بنسميها ايه؟ هتبقى الجولد لاير بتاعتي. يلا نشوف لون جولد ولا حاجه. مش لون، حاجه شبه كده. تمام. وديت هتبقى ايه؟ الجولد لاير بتاعتي جوه ايه؟ الداتا وير هاوس. فاللي هيحصل بعد ما بخلص من السيلفر لاير، تمام، بعد ما اعمل العمليات بتاعتي واقوم عامل ايه؟ رايح اما اعبي الداتا بتاعتي جوه الداتا وير هاوس. يبقى هنا الجزء بتاع سبارك هو مخصوص بايه؟ بالاكستراكشن في الاي تي ال والترانسفورميشن، وابني البيزنس لوجيك بتاعي. بعد ما ابني اروح اعبي على طول في الجولد لاير عندي في الداتا وير هاوس في الداتابيز. طيب الداتابيز بتاعتي قلنا هنختار بوست جريس، وهنرن على دوكر، حتى اباتشي سبارك هنرن على دوكر. تمام. السيرفيس بتاعت اباتشي سبارك او بوست جريس ان شاء الله هكون عاملها دوكر كومبوز فايل، وهتكون مرفوعه على ملف البروجكت، في ملف البروجكت على الجيت هاب، بحيث لو عايزين تاخدوا الدوكر كومبوز وترنوه عندكم على اللوكال على طول يشتغل، او على سيرفر. طيب بعد كده هنكمل بقى ايه شغلنا. طبعا بعد ما عملنا السيستم ديزاين بتاعنا، لو حابين اصلا نسيفه مثلا، لو احتاجناه ولا حاجه فيما بعد، ممكن نعمله اكسبورت از، ونيجي نعمله بي ان جي مثلا دارك او لايت. انا هختار لايت، واجي اعمل ايه مثلا اكسبورت. تمام. بيوريك الصوره هتكون عامله ازاي، ده المنظر ده. تمام. ممكن هنا اللوجو مش الطف حاجه، انا هختار لوجو تاني. يعني احنا لو جينا هنا قبل ما اعمل اي حاجه كنسل وتعمل نشيله ديت. وعندي لوجو تاني بدوكر، هيكون لطيف كده اهو. نحطه كده ونصوره
نظن لما اجي اعملها على اللايت سبورت از بي ان جي واختار لايت سبورت، نظن على ايه ظريف. تمام. في نفس الوقت انا اقدر اعمل اكسبورت سيف، وبقى عندي النسخة اهيت بقت السيستم ديزاين بتاعتي. هنيجي لتسطيب المشروع بتاعنا. اول ما جينا بدأنا فيه، عندنا في فولدر في داتا سيت. الداتا سيت اللي مطلوب مني اللي انا اعمل لها اكستراكت وانقلها جوه الداتا وير هاوس بتاعتي. وكمان عندنا الدوكر كومبوز علشان اقدر اشغل سبارك. طيب، احنا في الكورس اساسيات داتا انجينيرنج في يوديمي شرحنا يعني ايه دوكر ويعني ايه دوكر كومبوز، وازاي اللي انا اقدر اعمل سيرفيس وازاي انا ارن ايه السيرفيس بتاعتي. طيب انا عندي هنا سيرفيس عن سبارك ماستر. كده كده الدوكر فايل والدوكر كومبوز هتلاقيهم الاثنين مرفوعين على لينك الريبو بتاعت الجيت هاب. هتاخد نفس الكونفجريشن ديت هتشغلها عندك تشتغل. خلينا نشرحها. سبارك ماستر ده الاساسي بتاعي اللي انا برن بيه السكشن بتاعي. هتلاقي الكوماند اللي انا برن بيه او بي تي سبارك، بعد كده بن، وبعد كده اديله ايه سبارك سامت واديله الشغل بتاعي. وهو بيرن على بورت 8080 والفوليوم بتاعي جوه انا عامل اب اسمه اب. تمام. طيب عندنا برضو سبارك وركر اللي بيشتغل مع سبارك، وكمان عندنا سبارك وركر 2، وبعد كده عندنا البوستجريس. البوستجريس هي بالنسبه لي ايه؟ هي بالنسبه لي الداتا وير هاوس بتاعتي. تمام. بدل ما انا اروح ابني داتا وير هاوس لوكال، لا انا اشتغلتها عن البوستجريس على سيرفرز على دوكر بحيث اكون ايه متعود ان انا اشتغل بيه. طيب الايمج بتاعتي بوستجريس 50، الكونتينر نيم بوستجريس، الانفايرمنت بتاعتي اللي هي بوستجريس داتابيز، اسم الداتابيز بتاعتي هي داتا وير هاوس. وعندي البوستجريس يوزر هي سبارك، البوستجريس باسورد هي سبارك، هي بترن على بورت 5432. اوكي. فاحنا عندنا دلوقتي ازاي نتعامل مع دوكر عن رن زي ما احنا متعودين. طيب، وعندنا كمان الدوكر فايل مهم اللي انا باجي اديله اليوز سبارك. وخلي بالك انت عندك حاجه اسمها جي دي بي سي درايفر هنتكلم عليها بعدين. وبعد كده الريكوايرمنتس بتاعتي قلت له رن لي الريكوايرمنت ديت عشان احتاجها. طيب هي الريكوايرمنت بتاعتي هي ايه اللي انا منزل بيها ايه البوستجريس. طيب لحد دلوقتي ممكن ما يكونش فيه اي حاجه صعبه. تمام. وممكن نشتغل كده على طول. طيب انا عن نفسي ما عنديش اي خلفيه عن دوكر. خش افتح اساسيات دوكر. كمان انا ما عنديش مثلا ازاي اتعامل مع المشروع. انا مش عارف اكتب الدوكر فايل. لا انت البروجكت ده خده از ات از. تمام. شغل الدوكر بالاوامر اللي احنا هنقول عليها امشي ورانا بالظبط. كده كده النسخه ديت هتبقى مرفوعه على لينك الريبو على الجيت هاب. الهدف من البروجكت ده مش دوكر على قد الهدف منه اللي احنا نطبق السوليوشن بتاعنا. اللي انا عندي سورس اعمل منها اكستراكت واعمل ترانسفورميشن يوزنج سبارك للبيج داتا، وبعد كده اعمل لها لود للداتا وير هاوس. تمام. من ضمن المشاريع الجايه بتاعتنا ان شاء الله هنتكلم برضه عن دوكر بالتفصيل بحيث انت بالنسبه لك تكون محترف باستخدام دوكر. تمام. يعني انا لو ما عنديش اي خلفيه عن دوكر اسحب الريبو، اشغل دوكر زي ما شغال عندي، وبعد كده اشتغل عادي ما فيش اي مشكله بالشغل الاي تي ال بتاعتي العادي. طيب هرن دوكر ازاي؟ اجي اتاكد ان الدوكر ديسكتوب عندي شغال. تمام. خلينا نمسح اي حاجه قديمه. هو المفروض يبقى عندك شغال كده. هتدي له ايه؟ هتدي له دوكر كومبوز. تمام. اب داش دي عشان الدوكر بتاعك يرن. تمام. قال لك كرييتد ستارتد والدنيا ايه زي الفل. لو جينا هنا بصينا هنلاقي ايه في بروجكت 2 اي كوميرس اللي احنا هنتكلم عليه. هنلاقي السبارك ماستر بتاعنا ده الاساسي شغال، البوست جريست شغال، السبارك وركر ال2 1 و2 الاثنين شغالين. طيب هنيجي نعمل ايه؟
انا دلوقتي عندي ملف كده، فولدر قصدي، جواه الداتا سيت انا بتاعتي. المفروض ان انا ابقى فاهم الداتا سيت دي عباره عن ايه. عندي كاستمرز ديت فيها كاستمر اي دي، كاستمر يونيك اي دي، كاستمر زيب كود، تمام، وعندي الكاستمر سيتي، وعندي الكاستمر ستيت، تمام، عشان ابقى فاهم. وكمان عندي الاوردرز، عندي اوردرز هو عباره عن اوردر اي دي، كاستمر اي دي، اوردر ستاتس، اوردر بيركز تايم ستامب، وبعد كده عندي ابروف، اوردر ابروفد اد، واوردر ديليفرد، واوردر ديليفرد كاستمر ديت، واستيميتد ديليفري ديت. كل ده بيتكلم على الايه، الديت. عندي كمان الاوردر اي دي، قصدي الاوردر ايتمز، هو عباره عن علاقه ما بين الاوردر العادي عن طريق اوردر اي دي، والاوردر ايتم اي دي، والبرودكت اي دي كمان، وكمان السيلر اي دي، يعني الاوردر ذات نفسه اللي تم، والاوردر ايتم، وبعد كده عندي البرودكت، وعندي كمان اللي بايع، تمام، وعندي البرايس بتاعتي، وعندي حاجه اسمها ايه، الفرايت فاليو، تمام، وعندي كمان الشيرنج ليميت دي، تمام. عندنا كذا حاجه، وعندنا كمان في البرودكت اي دي، كاتيجوري نيم، والنيم لينس، وهكذا. طيب انا دلوقتي قبل ما ابتدي اي حاجه لازم ادخل اناليسز، ابقى فاهم كل حاجه في الداتا سيت بتاعتي ديت بتتكلم عليها عشان اقدر اشتغل عليها. طيب هل انا من دلوقتي انت المفروض تعمل اناليسز طبيعي جدا، تبص على الداتا سيت زي ما انا عملتها، ابقى فاهم كل كولوم ده طبيعته ايه. برودكت اي دي هو عباره عن سترينج عشان فيه حروف وارقام، والكاتيجوري برضو عباره عن سترينج، وهكذا. طيب بعد كده انا جيت في مرحله اللي انا خلاص فهمت الداتا سيت وكله تمام، ادخل في المرحله اللي بعد كده. ايه المرحله اللي بعد كده؟ اللي انا اعمل اكستراكت لكل اللي في الداتا سيتس دي. كل الفايلات السي اس في انا عايز اخدها اعمل لها ايه، اكستراكت. طيب هعمل لها ازاي؟ اول حاجه انا محتاج هنا اعمل فولدر، اكريت فولدر جديد اسميه ايه، اسميه انجكشن، تمام. طيب انجكشن ده طبيعي ليه؟ عشان انا محتاج اعمل زي هنا اهو، تمام، محتاج اعمل اكستراكت. فالمرحله بتاعت سبارك دي كلها على بعضها اسمها انجكشن بتاعتي. طيب محتاج اعمل ايه؟ هفتح الفولدر ده، هعمل ملف config دوت بي اي. الملف ده هحفظ فيه الاعدادات بتاعت سبارك عندي، تمام. طبعا احنا متعلمين سبارك توتوريال، لو مش متعلمها هتلاقيها عندنا في الكورس بتاع يوديمي، كمان على البلاي ليست على اليوتيوب. فهتلاقي اللي احنا عاملين الكونفج. لازم تدي الاول ايه، سبارك، تعمل سبارك كونفجريشن قبل ما تبتدي الشغل. ايه السبارك كونفجريشن ديت؟ انت محتاج فروم ايه، باي سبارك دوت اس كيو ال امبورت مين، انت محتاج تامبورت السبارك سيشن. جميل، طيب حلو. بعد كده محتاج اعمل ايه انا؟ محتاج اجي هنا اديله ايه، اديله السيشن بتاعتي، اديله سبارك، اعرف سبارك واقول له ايه، سبارك سيشن. وبعد كده احطهم كلهم جوه اقواس. عشان اعمل ايه دلوقتي؟ اقول له كده سبارك سيشن دوت بيلدر دوت اب نيم. اسم الاب بتاعك يعني نسميه مثلا ايه، كوميرس. وبعد كده محتاج اعمل ايه بعد كده؟ عندي دوت ماستر. انت هتشغله على ايه؟ هشغله على اللوكال، واستخدم لي استرس، يعني كل الكورس، كل البروسيس اللي عندك، البروسيسور اللي عندك في الجهاز. وبعد كده هاجي اقول له دوت جيت اور كريت، تمام. انا كده عملت السبارك سيشن بتاعتي. طيب جميل جدا. محتاج اعمل ايه بقى؟ محتاج اعمل ملف للبرونز لاير، مش انا هنا عبني برونز لاير، تمام، جميل جدا. فانا هاجي هنا اروح اكريت ملف اسميه برونز دوت بي اي. هلاقي هنا كريت لي ملف البرونز بتاعي. هاجي اقول له ايه، انا دلوقتي عايز استخدم مين، سبارك ده. جميل جدا. فهاجي اقول له فروم ايه الكونفيجريشن اللي انت عامله، الملف اللي اسمه config
import مين؟ import spark. جميل جميل. طيب انت عايز بقى تلود الملفات ديت، تمام. طيب انا هلود ملف؟ لا طبعا احنا محتاجين في مبدأ في بايثون don't repeat yourself، تمام، او في البروجرامنج عامه، تمام. انت ما ينفعش تعيد نفسك، تمام. فانا محتاج الوب على كل الملفات ديت. حلو قوي. هلوب عليهم ازاي؟ ادي له التيبلز بتاعتي بالمنظر ده، والتيبلز ديت بتساوي ايه؟ ديكشنري. ديكشنري دي فيها ملف كل واحد، يعني انا عندي كاستمرز، وهنا عندي ايه؟ عندي الكاستمرز دوت سي اس في برضه ايه از ديكشنري. انت عملتها از ديكشنري ليه؟ عشان هطلب عليه. وبعد كده عن كذا واحده، واحده هتبقى ايه؟ عندي اوردرز، وعندي كمان ايه؟ اوردر ايتمز، وعندي كمان مثلا products، وعندي كمان ايه؟ reviews. reviews، وعندي كمان، مش لازم نلودهم كلهم، بس على الاقل ايه نبقى حبه حلوين منهم. عندي كمان تمام. انت في مشروع حقيقي، آه انت لازم تلود كله طبعا، بس انا هنا عشان ايه بنفهم بس الكونسبت بتاع. عملت تيبل جميل جدا، وعايز اديله البيز بتاعي. طب اديله البيز باث، هم موجودين فين؟ خلي بالك انا دلوقتي شغال في جوه دوكر، صح ولا لا؟ فانا محتاج اديله الباث بتاع الدوكر. طب الدوكر بتاعي كان الباث بتاعه ايه؟ الاب. فانا لازم اديله اللي انت جوه الاب، جوه ايه؟ ملف اسمه الفولدر اسمه الداتا سيتس، تمام. هو ده الداتا سيتس، المنظر ده. طيب وبعدين هنا بقى هتيجي تلوب عليه. حاجه الوم ازاي؟ حاجه اقول فور مثلا نيم، وكمان فايل ان ايه تيبلز دوت ايتمز عشان دي ديكشنري. وبعد كده هيجي اعرف الداتا فريم بتاعتي، تمام. الداتا فريم بتاعتي بتساوي ايه؟ حاجه اقول هي عباره عن سبارك دوت ايه ريد، وبعد كده اديله ايه دوت عندي اوبشن. الاوبشن بتاعي اول حاجه الهيدر بترو، عشان يجيب لي كل كولوم في الداتا سيت، يعني يجيب لي الكاستمر اي دي، يجيب لي الكاستمر يونيك، وهكذا. طيب وبعد كده حاجه اقول له تاني دوت اوبشن الانفر سكيم. انفر سكيما بترو، تمام، علشان يبقى حافظ لي مثلا هنا ديت سترينج، ديت سترينج، تمام. ديت مثلا مكتوبه سترينج، يفضل حافظها لي ايه زي ما هي موجوده في الايه في السي اس في بتاعي. طيب وبعد كده حاجه اقول له ديت ريد، و لا سوري دوت سي اس في على طول. بعد كده ادي له بقى الملف بتاعي. طيب الملف بتاعه هو موجود فين؟ جوه. نعمل هنا فورورد سلاش، اجي ادي له ايه؟ هي موجوده فين؟ جوه البيز باث. طب اسم الفايل ايه؟ اسم الفايل اللي هو النيم اللي جاي لك، او الفايل ذات نفسه اللي هو دوت سي اس في. فاجي اقول له بلس بالمنظر ده، تمام. طيب وبعد كده بعد ما يخلص خالص هاجي اقول له ايه بقى؟ اعمل لي داتا فريم دوت رايت دوت مود. انا دلوقتي عملت اكستراكشن، هتحفظهم فين؟ احفظهم في مكان اسمه باركي. طيب المود بتاعي اوفر رايد، عشان لو هو مكان مكتوب قديم تبدل لي القديم بالجديد. وبعد كده دوت باركت، تمام. باركت ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان انا يحفظ لي الملف ده. طب ليه ما احفظوش في سي في؟ طب احنا عملنا ايه؟ طب ليه هو افضل اصلا؟ ده سؤال سينيور. ليه الباركت افضل بكتير من السي في؟ اولا عشان هو بيحفظ الملف مش از رو، يعني مش بياخد رو، لا بياخد از كولوم. يعني ياخد لي الكاستمر اي دي، ياخد لي الكاستمر اي دي كده كله بالمعلومات بتاعته، ويروح يخزنها ايه؟
جوه ملف كده خاص بيه بالكاستمر اي دي. تمام، بيخزنها از كولوم، فبالتالي في طريقه الفيتش او الشغل بتاعي بيكون اسرع بكتير واحسن بكتير. طيب، عندي ايه كمان؟ انا قلت له دوت باركيت هتحفظه فين؟ جوه ملف اسمه انجستشن. تمام، وجوه البرونز بتاعتك. تمام. طيب الملف ده هيكون اسمه ايه؟ نفس اسم الايه النيم بتاعك اللي جاي لك، النيم، المنظر ده. تمام، النيم بتاعتك. طيب بعد كده لازم بعد ما تعمل خطوه زي ديت لازم تدي ايه؟ سبارك دوت ستوب عشان توقفه، توقف الانجن بتاعه. وبعد كده ممكن نعمل برنت حاجه حلوه كده، نقول له ايه مثلا؟ سبارك ستوب. تمام. وبرضه عشان نبقى شايفين الخطوات واحنا شغالين، نعمل لوجينج ازاي. نيجي هنا قبل ما يبتدي اللوب نيجي نقول برنت مثلا ايه؟ آه اي ايموج، واجي اقول له ايه؟ النيم بتاعي اللي هو مره هيكون كاستمر مره هيكون اوردر وهكذا. اقول له ايه؟ ستارتد. تمام، واخدها نفسها بالظبط كوبي، واجي انا احطها هنا تحت بعد كل واحده. يقول لي ايه؟ مثلا اند او اند، وهنا ستارت، وهنا اند. تمام، كده انا خلصت البرونز لاير. انا دلوقتي اللي اعمله ايه بالظبط؟ هروح اجيب الداتا ديت من السورس. تمام، وبعدين اروح احطها فين؟ في البرونز لاير. فالكود بتاعي هو بيعمل ده. تمام. طيب، طبعا انت عشان تقدر تشتغل بروجكت زي ده انت لازم يكون معاك اساسيات سبارك. تمام، واساسيات بايثون اكيد يعني. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هنرن. طيب انا عايز ارن، ادخل جوه الماستر ورن الكونتينر بتاعي. في ايه بقى؟ عندي امر اسمه دوكر اكسكيوت. تمام، او اكسكيوت. تمام، داش اي تي، وبعد كده اديله السبارك ماستر بتاعتي، وبعد كده اديله باش يعني تخش لي على التيرمينال بتاعي. تمام، انا كده دخلت جوه الايه؟ السبارك تيرمينال بتاعتي. بعد كده لو جيت عملت ال اس عليها فاضي، انا دلوقتي محتاج ادخل على السبارك سمت. فانا محتاج اعمل ايه؟ اجي اقول له او بي تي، او بي تي، وبعد كده سبارك، وبعد كده اديله ايه؟ بن، وبعد كده اديله سبارك داش سمت. تمام، وبعد كده انا عايز ارن الملف البرونز ده. هرنه ازاي؟ انا كده دخلت جوه بس عشان اجيب السبارك سمت. طب انا عايز ارن الملف، حاجه اديله امر آه اسمه ايه؟ سبارك، او هاجي اديله كده انجكشن اب. تمام، انجكشن، انجكشن، وبعد كده اديله ايه؟ البرونز. وانا هنا لازم اعمله كده برونز دوت بي ار. تمام، ادخل لي جوه الاب، وبعد كده هتلاقي فولدر اسمه انجكشن اللي انا حاطط فيه الكود بتاعي. وبعد كده رن لي الملف اللي اسمه ايه؟ برونز دوت بي اي. تمام، هدوس انتر. قال لي في مشكله، تعالوا نشوف ايه المشكله ديت اصلا بالتفصيل. هو هنا بيقول لي mount forest. هو غالبا احنا كاتبين حاجه في السيت اب بتاعته غلط. no custom resource for spark drive.
هو المشكلة مش كود تقريبا. خلينا نشوف في الكونفجريشن. هنا احنا حطيناها في ليست، هي المفروض متبقاش ليست ماستر، ما بتقبلش من هنا كده. نعمل سيل. تعالى نرن تاني. يس. تمام، اشتغل، دخل اهو جوه الكاستمر ستارت، وبعد كده بينفذ 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 بينفذ. وبعد كده ايه، عمل ميتر، وبعد كده عمل ميتا داتا. لو احنا نزلنا هتلاقيه بقى ايه، بيدخل على كل واحدة. بس دخل على ايه، اوردر اند، خلصها، وبعد كده دخل على الاوردر ايتمز ستارت، وهكذا يفضل يشغل على كل الملفات لحد ما يجي في الاخر يعمل ايه، اخر حاجة عندك اند، وبعد كده عمل لك سبارك ستارت. طب اعرف منين هو خلص ولا لا؟ لو جيت عملت ال اس هلاقي فولدر الانجكشن ظهر عندنا. تمام. طيب انا دلوقتي حفظتها فين؟ جوه الانجكشن بتاعتي. طيب هاجي اقول له سي دي دخلني الانجكشن، ويدخلني، او خليني جوه الانجكشن اعمل ال اس، هلاقي البرونز اللي احنا كتبناها هنا اهو. تمام، عمل لي الفولدر. جميل. طب اقول له دخلني جوه البرونز، هلاقي ايه؟ هلاقي بقى دخل على ايه، الكاستمر والاوردر ايتمز والاوردرز والبرودكتس والريفيوز والسيلر، اللي انا قلت له ايه، هاتهم لي من السيز في. طب جميل، لو انا فتحت حاجه زي الكاستمرز كده، وجيت مثلا عايز اشوف الكوانتيتي بتاعته كام رو. بص هنا كام، مثلا كام، 99442. تمام. فرقم كبير جدا، فالداتا سيت دي كبيره، عشان كده سبارك هو اللي يقدر يتعامل معاها. ما اقدرش اديها مثلا بانداز ممكن يضرب معايا. طيب لو انا جيت هنا دخلت جوه الكاستمرز، عايز اشوف هو حفظها لي ازاي. اجي اقول سي دي جوه الايه الكاستمرز، على ايه، جيت عملت ال اس، بص على ايه، عملها لي على بارتيشن. تمام، كذا بارتيشن. ميزه البارتيشنز ديت بتبقى سريعه، على 3 بارتيشن بتبقى سريعه، يعني قسم لي الملف السي اس في على 3 بارتيشن، كل بارتيشن شايله جزء. تمام، ليه؟ عشان وانا بعمل مراحل الكليننج او الترانسفورميشن يتعمل بسرعه. لو انا كلها حملتها في مكان واحد، تمام، الدنيا ايه معايا تبوظ. فانا اقدر اقسم البارتيشنز براحتي. تمام، واقدر كمان اللي انا ايه، اشتغل بيه. بس الفكره كلها الكستمايزيشن بتاع سبارك، اللي انا بقدر اشتغل على اكتر من كلاستر في نفس الوقت، فمهما كانت الداتا كبيره انا اقدر اشغله واطلع ايه، اكيورسي عالي. طيب انا كده عملت مرحله البرونز لاير. عايزين نعمل مرحله السيلفر لاير. طيب السيرفر لاير هي مرحله ترانسفورميشن. تمام، مش بزنس لوجيك. يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني اتاكد ان مفيش دوبليكيت، مفيش نول، التايم، الديت والتايم مظبوطين. تمام، دول 3 حاجات تهتم بيهم وانت شغال في مرحله الترانسفورميشن، ودايما انت بتحتاجهم. طب في مرحله الجولد لاير انت بقى بتبتدي تبني البيزنس لوجيك بتاعك اللي هتحتاجه في الشغل بتاع الداشبوردنج، واحنا بنعمل باور بي اي. تمام، او بنعمل اي داشبورد. طيب لو انا جيت هنا هكريت ايه، نفس ما انا عملت في البرونز، هكريت ملف جديد واسميه سيلفر دوت بي واي. جوه السيلفر دوت بي واي ايه بقى، بياخد وقت عندي عشان يكريت فايل، طبعا عشان دوكر والسكرين ريكوردر وكله شغال مره واحده. وانا في سبارك قايل له استخدم كل البروسيس عندي، فمتقل بس. بعد كده هنكمل على جزء السيلفر لاير. السيلفر لاير انا محتاج ايه، محتاج استخدم كل الاجريجيشن او كل الترانسفورميشن فانكشن اللي انا هحتاجها في الشغل بتاعي. اول حاجه اقول فروم config، هات لي من الكونفج ايه سبارك، import سبارك، واجي اقول له فروم ايه، باي سبارك دوت سيكوال دوت فانكشنز، هات لي ايه، اعمل لي import
انا محتاج ايه؟ انا محتاج تو تايم، تو تايم ستامب. تمام. ومحتاج ايه تاني؟ محتاج الكولوم عشان اعرف الكولوم بتاعي. في المرحله ديت انا بعمل ترانسفورميشن، بيبقى محتاج ان انا اكون اول حاجه شايل الدوبليكيتس، شايل النال فاليوز. تمام، الداتا جايه لي نضيفه المفروض. عندي مثلا تاريخ مش احسن حاجه، فانا المفروض ان انا اخليه ايه؟ لا، انا اخلي التاريخ بدل ما هو سترينج لا يبقى ديت تايم، وهكذا. طيب، اشتغل ازاي؟ اول حاجه انا عندي دلوقتي الشغل بتاعي في البرونز لاير. تمام. طيب انا عشان انقله للسيلفر لاير سهل، هاجي مثلا اقول له اعمل لي ايه؟ اعمل لي كاستمر. تمام. الكاستمرز ديت هتبقى ايه؟ اسمها برونز، عشان الود البرونز لاير عندي. طب عشان الود البرونز لاير عندي اعمل ايه؟ بسيط، كل اللي انا محتاج اقول سبارك دوت ريد، بعد كده اقول له دوت. انا دلوقتي عندي باركيت، واجي اديله الباث بتاعي. الباث بتاعي فين؟ جوه فولدر الانجكشن. تمام. هات لي الملف اللي اسمه كاستمرز، كان عندنا اسمه كاستمرز. طيب وبعدين اعيدها بالظبط. طيب انا هنا لو فاكرين كان عندنا ايه جوه الانجكشن؟ دخلنا الانجكشن وعملنا الاس، لقينا برونز، ودخلنا جوه البرونز على ايه؟ الكاستمرز بتاعتي. فانا محتاج اقول له جوه الانجكشن في عندك فولدر اسمه ايه؟ برونز. البرونز على بعربي هتلاقي برونز بالمنظر ده. وبعد كده هات لي ايه؟ الكاستمر. مره هيبقى الكاستمرز، ومره هيبقى ايه؟ الاوردرز، ومره هيبقى الاوردر ايتمز بالمنظر ده. اوردر ايتمز، ومره هيبقى بتاع، مره هيبقى اوردر ايتمز، ومره هيبقى البرودكتس. تمام. كده كده انت هتلود الباقي، بس انا بس ايه عشان اشرح الفكره العامه من الاي تي ام باستخدام سبارك. تمام. فانا هكتفي بالاربعه دول هشتغل عليهم. طيب بعد كده، بعد ما اشتغل عليهم ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالتالي: خلاص انا قريتهم، فانا دلوقتي عندي الكاستمر جوه البرونز، فاجي هنا في الاخر خالص ما انساش اديله سبارك دوت ستوب بعد ما تخلص خالص، وقف لي وقول لي والله برنت اللي انت عملت ايه. عملنا، قلنا ايه؟ سبارك ستوب بالمنظر ده. تمام. طيب جوه بقى اشتغل ازاي؟ اول حاجه اشتغل على الكاستمر لاير. طيب ايه اللي انت محتاجه في الكاستمر؟ هتبقى نعرف كده نغير جديد كاستمر ونسميه سيلفر. وهو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن كاستمر برونز، بس انت عايز تحول ايه او عايز تعمل ايه؟ تعال نفتح الكاستمر. هتلاقي عندنا هتلاقي عندنا كاستمر اي دي، وكاستمر يونيك اي دي، وعندنا كاستمر سيتي، وهكذا كاستمر سيتي. طيب انت ايه اللي انت محتاجه؟ انا محتاج ان ده ما يكونش فيه دوبليكيت. تمام. وكمان ده ما يكونش فيه اي قيمه نل. فانا هاجي اقول له هنا كاستمر برونز. تمام. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز احول. طيب عشان تحول او تمسح الدوبليكيت هاجي اقول له دروب دوبليكيتس. تمام. دروب دوبليكيتس هو بياخد مني ليست اوف كولوم، فحاجه اديله والله الكولوم بتاعي هو اسمه ايه؟ الكاستمر اي دي المنظر ده. طيب بعدين ممكن اقول له برضو دوت فلتر. تمام. هتفلتر لمين؟ للكولوم بتاعي اللي اسمه ايه؟ كاستمر يونيك اي دي. نحطه كده اهو. وبعد كده اقول له ايه؟ دوت از نوت
null بالمنظر ده. تمام، يبقى انا اول حاجه قلت له امسح لي الدوبليكيتس، وبعد كده فلتر لي الباقي عن طريق الكاستمر يونيك اي دي ما يكونش بيساوي ايه null. تمام، هنا كده كده ما فيش تواريخ، فانا هضطر على كده ايه احسن. تمام. طب هنا يجي سؤال مهم، هو انا ليه ما اشوفش اصل هيكون في دوبليكيتس برضه في السيتي؟ اكيد لا، في الكاستمر سيتي مش هينفع كده كده الاقي دوبليكيتس، عشان كل كاستمر اي دي تمام ليه ايه المدينه، ممكن كذا واحد في نفس المدينه عادي جدا، او كاستمر ستيت. فدول الثلاث 3 كولومز الاساسيين اللي عندنا اللي احنا لازم نركز فيهم واحنا شغالين. طيب بعد كده، بعد ما خلصت ده، هاجي اقول له والله اعمل لي ايه، اعمل لي كاستمر سيرفر تمام دوت رايت، وادي له المود. تمام، ادي له اوفر رايد عشان لو هو موجود عندي اعمل ايه، اوفر رايد عشان لو هو موجود عندي احفظ لي على القديم دوت باركيه، وادي له الفولدر بتاعي جوه الانجكشن جوه السيلفر، وبعد كده ادي له اسم الكاستمر بالطريقه دي. جميل. جميل. طيب خلينا كده نعمل لوجينج عشان نعرف الشغل بتاعنا صح ولا لا. نيجي نعمل برنت، نيجي نديله، هاجي اقول كاستمر ستارت، وهنا خليها ايه، هنا اند بالمنظر ده اوله لاخره، عشان انا هنا هشتغل على اكتر من حاجه. طيب جميل. طيب هنيجي هنا نعمل ايه بقى، هنيجي نشغل الماستر بتاعنا. هاجي اقول له دخلني جوه الاو بي تي وسبارك وكمان البن، واعمل لي ايه سبارك طب نت، واعمل لي الايه بالظبط للاب جوه الانجكشن. انت عايز ترن ايه، انا عايز ارن السيلفر صح، فهاجي اقول له سيلفر دوت بي واي، وبسم الله. طبعا هو شغال بيجمع بقى البارتيشن عشان يقدر يحسب من خلاله. تلاقي هنا ايه، قال ايه كاستمر ستارتد، هنا خلاص دخل من ستارت، وبعد كده ايه شغال 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 لحد ما ايه هتلاقيه خلص، عمل لك ميتا داتا وقال لك الناربل وهكذا. وبعد كده قال لي ايه كاستمر اند، وبعد الاند قال لي ايه سبارك ستوب. تمام. طيب خلينا نشوف، تعال نخش جوه سي دي انجكشن، هلاقي ايه من غير ما اعمل ال اس عشان اشوف فيه سيلفر ولا لا. اول ما ادوس بس كلمه سيلفر وادوس تاب على ايه جمع لي هو الجمله. لو جيت عملت ال اس هلاقي الكاستمرز نزل. لو دخلت جوه الكاستمر تمام وعملت ال اس هلاقي ايه قسمهم لي، قسمهم لي لسرعه. تمام. طيب جميل جدا. هاجي هنا ارجع تاني. طب خلي بالك ملحوظه مهمه جدا، انت لو جيت ترن السكريبت تاني هنا، يعني انا هو عرن السكريبت هيقوم ضرب لي ايرور. تمام. ليه؟ علشان انت مش واقف في المسار الصح اللي تضرب فيه. تمام، هيقول لك انت مش واقف ايه في الدايركتوري الصح. انا هرجع اهو، ارجع لحد فين بعد الانجكشن لحد الورك دراير بتاعي. طيب وبعدين هكمل بقى شغلي بقى تشتغل ازاي. خلاص انا هاخد خلينا ناخده البرنت ديت، وكمان ديت. خلي بالك اهم حاجه السبارك ستون تبقى اخر حاجه عندنا في الايه في السكريبت بتاعنا. وهنا بدل كاستمر هخليها اوردرز، وهنا اوردرز. تمام. وهنا بقى اشتغل على ايه، على الاوردر السيلفر بيساوي ايه، بيساوي الاوردر اوردر ترونز. تمام، من غير ما اعمل اي حاجه. اكيد احنا اول حاجه هنشيل الدروب دبليكيتس. طب جميل جدا، لو فتحنا الاوردرز هنلاقي احنا عندنا الاوردر اي دي وعندنا الكاستمر اي دي. يبقى مهم اللي انا الاوردر اي دي ما يكونش دبليكيتس، ما يكونش عندي فيها دبليكيتس، وكمان الكاستمر اي دي ما يكونش بالنسبه لي
في null. تمام، يعني ما يكونش null، عشان ازاي انا اقدر اتراك اوردر ملهوش صاحب، فهيكون صعب بالنسبه لي. وفي نفس الوقت انا هنا مش محتاج اغير الداتا تايب او الاستراكشر بتاع الكولوم، تمام، هو كده كده string. تمام، فهو عشان فيه حروف وارقام، لكن ما ينفعش اخليه ارقام يضرب معايا. طيب جميل جدا. والاوردر ستاتس انا ما اقدرش اجي جنبه حتى لو بنل، حتى لو بنل. تمام. طيب خلينا نبتدي بقى بدول. نيجي نعمل اوردر رولز، احطه كده ما بين الاقواس عشان اقدر اتراكه. اجي اقول له ايه دوت، انت محتاج تعمل ايه؟ دروب دوبليكيتس لمين؟ للاوردر اي دي. انا مش عايز الاوردر اي دي متكرر. تمام. وبعد كده دوت فلتر. تمام، دوت فلتر للكولوم بتاعي. الكولوم بتاعك اسمه ايه؟ تمام، اسمه كاستمر اي دي، انا مش عايزه ايه يبقى بنل. تمام. طب حلو، بعد ما انت ما تعوزهوش يبقى بنل، تقول له ايه؟ is not null. جميل. بعد كده خلاص، بعد كده المفروض خلاص، بس خلي بالك في حاجة مهمة جدا جدا. شايف التواريخ ديت؟ تمام، التواريخ ديت ممكن يقوم حاسبها لك انها string. طب عشان يبقى في الضمان، اجي اعمل ايه؟ هاجي الودها هنا. طيب لحد دلوقتي انا تمام، انا عملت له الاوردر سيرفر. تمام، وخلاص فلترت، عملت دروب دوبليكيتس، امسح لي الدوبليكيتس، وكمان امسح لي ايه؟ النل اللي في كاستمر اي دي. بعد كده كل ده انا بعمل ترانسفورميشن. بعد كده تقوم جاي لي بقى حاطط لي كده دول حلوين قوي، دول عندي احطهم في ليست. مثلا ليست باسم ايه؟ ديتس، تواريخ. تمام. هتحط فيهم ايه؟ هحط فيهم دول بالمنظر ده كده. طب كده اهو، ديتس بالمنظر ده عشان تبقى ايه متشافة. لو تلاحظ كل واحدة فيهم ديت. اوردر ابروفد ات هي عندي ديت. تمام، عندي ديت. واوردر ديليفرد كارير ديت. واوردر ديليفر كاستمر ديت. واوردر استيميتد ديليفري ديت. فانت مهم جدا انك تحولهم لديت، علشان ما تجيش تتفاجئ في الداتابيز اللي هم ايه، بالنسبه لك لا دول سترينج، لا احنا مش عايزينهم سترينج. طيب هشتغل على كمل بيهم ازاي؟ انا حولتهم لديت. طب احطهم هنا ازاي؟ هنا انا عندي في التايم ستامب عشان احول بالويز كولوم انا محتاج ان انا امرر ديت واحد بس. بس ديت ليست اوف ديتس. تمام، فهاجي اعمل ايه؟ حاجه لوب. حاجه اقول له مثلا فور ديت ان ديتس. بعدين عارفين ده كده بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت. تمام، كلين خلاص، هو ما بقاش فيه نل وما بقاش فيه اي حاجه. ممكن ازود عليه كمان الديت، ممكن ازود عليه. ازاي؟ هقول له والله حط لي في الاوردر، اوردر سيلفر بتاعي. تمام، هتعمل لي فيه ايه؟ بيساوي الاوردر سيلفر القديم. تمام، دوت ايه؟ ويز كولوم. وادي له ايه في الويز كولوم بتاعي؟ اديله حاجتين. اول حاجه هديله الديت. تمام. تاني حاجه هديله تو تايم، تايم ستامب. انت عايز تحوله لتايم ستامب، هتحول ايه؟ الديت بتاعك. يعني انت بتيجي تقول له الديت اللي هيمر عليك، اللي مره هيبقى بده ومره هيبقى بده ومره هيبقى بده، هتحوله ليه؟ هتحوله لديت تايم. تمام، كده انا عملت سبيد كونفجريشن او ترانسفورميشن. تمام، بحيث ان انا ايه اسرع من عمليه الترانسفورميشنز بتاعتي. بعد كده هاجي اعمل ايه؟ هاجي اقول له الاوردر سيلفر. انا خلاص عملت اساينمنت، ده شلت منه الدبليكيتس وشلت منه النل، دخلته هنا، عديت. بعد كده بقى اسيبه. هاجي اقول له دوت رايت. تمام، دوت مود. مهم جدا اوفر رايد، عشان ايه؟ لما برن السكريبت اكتر من مره، تمام، يشيل لي القديم ويحط لي الجديد. هاجي اقول له ايه؟ دوت باركت. واجي اديله الباس بتاعي. الباس بتاعي ممكن اخده من فوق كده اهو. واجي احطه هنا ايه، واجي اديله هنا اوردر.
اوردرز بالمنظر ده. لو جيت عملت سيف وجيت عملت رن، تمام، اجي هنا اهو سيلفر، على الكاستمر ستارتد، كاستمر اند. اول ما عمل لي اند، بعد كده اوردر ستارتد، وبعد كده اوردر اند، وبعد كده سبارك ستوب. تمام، جميل جدا. فانا كده الدنيا عندي بقت زي الفل. لو دخلت الانفستشن السيلفر، تمام، بعد كده كتبت بس اوردر وتاب على ايه عمله لي، عملت ال اس، طلع لي ايه الاوردرز بتاعتي، قسمها لي ايه لباكيت. طب جميل جدا. ارجع عشان ارن بعد كده، اجي اعمل ايه؟ عندي بعد كده فاضل لي الاوردر ايتم. تمام، ممكن نبص بص على الاوردر ايتم. الاوردر ايتم نفس الفكره، الاوردر اي دي والاوردر ايتم اي دي برضه دول محتاجهم، وكمان محتاج ده. تمام، يبقى انا اول حاجه الاوردر ايتم اي دي انا محتاج اللي هو ما يبقاش دوبليكيتس. تمام، ما يبقاش دوبليكيتس عندي، لا عندي لازم يكون دوبليكيتس عادي مفيش مشكله، عشان هي كل واحده بتختلف عن التانيه. لكن الاوردر اي دي هو اللي ما يبقاش دوبليكيتس، وده ما يبقاش نل، وده كمان ما يبقاش نل. تمام، وكمان السيلر اي دي ما يبقاش نل. ليه؟ علشان انا اعرف مين البايع، تمام، وبايع منتج ايه، تمام، والاوردر اللي طلع ايه. بعد كده اظبط الشيبنج ليميت ديت، تمام، ده محتاجه برضو. وعندنا تاني ايه البرايس. البرايس هي مظبطه هنا دبل، تمام، هياخدها نفس ال الفكره. طيب، تعالوا نعمل ايه؟ تعالوا هنا في السيلفر ناخد اوردر ايتم برونز، ونيجي نكريت هنا ايه اوردر ايتم سيلفر. تمام، بتساوي اوردر ايتم برونز دوت. طيب، محتاج ايه؟ اول حاجه خلينا ممكن ناخده ديت برضو كوبي، وهنا ليست اوردر، هنا كده ايتم ستارت، وهنا اوردر ايتمز اند. وهنا بقى في النص اكتب الكود بتاعي. حاجه اقول له ايه انا محتاج من الاوردر ايتم برونز ايه. ادي اول حاجه محتاج ان انا اعمل دروب للايه، دروب دوبليكيتس، ممكن ناخدها من فوق، دروب دوبليكيتس بالاوردر اي دي اهم حاجه. تمام، انا اول حاجه امسح لي اي دوبليكيتس هنا عند الاوردر ايه اي دي بتاعي، والاوردر ايتمز بتاعتي تعمل لي فيها ايه. تمام، هاجي اقول له نفس برضو اللي فوق بالظبط، دوت فلتر بالمنظر ده، دي له ايه دوت فلتر، والكولوم بتاعي، الكولوم بتاعي يبقى ايه الكاستمر اي دي از نوت نل، بس هنا مش كاستمر بقى اي دي، هنا هتبقى كذا حاجه، هتبقى اوردر ايتم اي دي. تمام، وعندنا ايه تاني؟ فانا عايز افلتر اكتر من كولوم. تمام، فهاجي اقول له ايه، هاجي الفلتر ديت، اخد ديت كده كوت من هنا، اجي اقول له ايه ان الكولوم اوردر اي دي از نوت نول، وعايز اقول له كمان اند ايه تاني الكولوم نفس ده كده، اللي هو مين البرودكت اي دي از نوت نول، وكمان هات لي السيلر اي دي بالمنظر ده كده، هات لي السيلر اي دي، وياخد لي ايه قط، صح لي ده.
ويحطوه لي هنا. تمام. فهنا دلوقتي انا قلت له فلتر لي، جيب لي ان الاوردر ايتم اي دي ما يكونش منل، الاوردر البرودكت اي دي ما يكونش منل، كمان السيلر اي دي ما يكونش منل. بس كده اسكت؟ لا ما اسكتش، انا محتاج ايه تمام كمان؟ دوت الويز كولوم. دوت الويز كولوم ما يكونش بايه؟ لو انا جيت هنا عملت الويز كولوم اهو نفسها بالظبط. تمام. طيب انت عندك اديت هنا ايه بقى المره دي؟ انت عندك اصلا شيبنج ليميت ديت، هتاخدها كوبي حط مكان الديت ديت، وهنا تايم ستامب لمين؟ لديت. بس كده بس كده. طب بعد ما تخلص ايه اللي هيحصل في اللوجيك بتاعنا؟ نفسها بالظبط، انا محتاج اسيفه. فاجي اقول ايه؟ اوردر ايتم سيلفر دوت رايت مود اوفر رايت انجس، بعد كده ايه؟ اوردر ايتمز بالمنظر ده. تمام. طيب لحد كده انا تمام واموري زي الفل. لو جيت نفس الفكره بالظبط رنيت السكريبت بتاعي تاني اهو، طلع لي بدأ لي الكاستمر، وبعد كده بدأ لي الاوردر ايتمز، وبعد كده بدأ لي تاني نهاية الاوردر، بعد كده بدأ لي الاوردر ايتمز، وعمل لي السكيما، عمل لي كل حاجه، وبعد كده ان شاء الله يقوم عامل لي ايه؟ ان للاوردر ايتمز بتاعتي اهو، اوردر ايتمز اند، الدنيا زي الفل. بعد كده عمل لي سبارك ستوب. ولو احنا دخلنا الفولدر سي دي انجكشن سيلفر، تمام، وعملنا ال اس، هلاقي ايه؟ الاوردر ايتمز ظاهره. تمام. لحد كده احنا الدنيا تمام وفهمنا. نفس اللوجيك بالظبط للايه؟ للبرودكت. لو انا عايز اعمل برودكت برضو البرودكت اي دي ما يكونش نل، او ما يكونش قصدي بدوبليكيتس. تمام. آه الفكره هنا كده كده استحاله تلاقي الاوردر بنل. تمام. كمان انت عندك ايه؟ آه طبعا حاجه زي البرودكت كاتيجوري نيم دي مش مهمه. تمام. البرودكت نيم لينث ديسكريبشن تمام برضو مش مهمه. الفوتو مش مهمه. تمام. حتى هي جايه لك فاضيه. وبعد كده البرودكت ويت وهكذا، هتلاقي في حاجات تمام انت بالنسبه لك مش مهمه عشان هي مش تاريخ، مش ترانسفورميشنز بتاعتك. آه خلاص يبقى انت بالنسبه لك دي اهم حاجه ان انا ما يكونش ده ايه؟ دوبليكيتس. تمام. كده كده مش هنعمل صح. تمام. السيلر نفس الفكره بالظبط اي دي، والباقي ايه؟ زي ما هو. انا اظن لحد كده دلوقتي احنا فهمنا الفكره العامه ازاي اصلا من مرحله السيلف لاير. هنيجي بقى بعد كده ان شاء الله للمرحله الاهم، وهي كمان الجولد لاير، اللي انا ابني ازاي الانجكشن بتاعي. انا دلوقتي البيزنس لوجيك بتاعي اللي انا باجي احطه في الجولد لاير في الداتا وير هاوس بتاعتي. وبعد كده اللي بيحصل كالتالي، اللي بيحصل ان الديفلوبرز تمام او الداتا اناليسز عامه بيدخلوا بياخدوا البيزنس لاير بتاعتك ديت، بيبنوا عليها كي بي ايز، وبيبنوا عليها داشبورد سواء كانت على باور بي اي او باستخدام اي بي اي تولز تابلو او ايا يكن. فديت بقى انت بقى هنا بتسيت اب ليهم البيزنس لوجيك اللي يقدروا يشتغلوا عليه. نرجع نكمل شغلنا في الجولد لاير بتاعتي. انا عندي الجولد لاير خلاص، انا السيلفر عملت مرحله الترانسفورميشن، نقلت الداتا. في الجولد لاير انا المفروض ابني البيزنس لوجيك بتاعي بيزد عن ايه؟ عن الريكويرمنت اللي هتجيلي. تمام. اوقات كتير جدا لازم يبقى في ريكويرمنتس معينه، انا عايز حاجه فلانيه تطلع في الداتا وور هاوس بتاعتي عشان يقدر الداتا اناليسز تيم بتاعي، تيم الداتا اناليسز يقدر يشتغل عليه. واوقات تانية لا، انت اللي بتحط بناء على الايه؟ الاكسبيرينس. تمام. هنفترض ان احنا جونيورز تمام، فبيبقى في ريكويرمنتس معينه جايه لي علشان انا اقدر احط
البيزنس لاير بتاعتي. تمام. طيب طبعا البروجكت ده زي ما احنا متفقين هو بدايه الجونيور كده عشان يفهمك اكتر عن مجال الداتا انجينيرنج، وتحاول تحسن في مستواك انك تستخدم اباتشي سبارك مع البيج داتا، دي حاجه كويسه جدا. طيب في الجولد لاير انا هستخدم ايه؟ انا عايز اعمل مثلا تيبل للفاكت اوردر. تمام. انا عايز اعمل الجوين ما بين انر جوين ما بين الاوردر والاوردر ايتم. ليه؟ علشان احسب التوتال ريفينيو، وكمان احسب الايتم كاونت. تمام، عدد الايتمز اللي عندي او التوتال ايتمز. طيب اشتغل بيها ازاي؟ هاجي هنا كده كده انا عايز اعمل جوين للاوردر ايتم مع الاوردرز الاثنين مع بعض. طب اجي هنا في الانجكشن بتاعي اكريت ملف جديد واسميه بقى ايه؟ الجولد لاير بتاعتي دوت بي ار، ودي اللي هتدخل جوه الداتا وير هاوس بتاعتي. فانا محتاج اعمل ايه؟ اقول فروم config import spark، وهاجي اقول كده from by spark دوت sql دوت functions. هات لي مين؟ import محتاج مين؟ محتاج الكولوم، محتاج الصم، محتاج الكاونت. على ما اظن بس كده، ولو احتاجنا حاجه هنحطها. طيب عندنا برضو ايه تاني انا هحتاجه؟ هحتاج ان انا اعمل configuration. طب هنا بس ايه، نسيبهم كومنت دلوقتي هنيجي نشرح لهم بعدين. طيب حاجه ابني ايه؟ هروح بقى اجيب اللي موجود في السيلفر لاير بتاعتي، صح ولا لا؟ فانا هجيب اوردر سيلفر، وعباره عن ايه؟ عباره عن سبارك دوت ريد دوت باركت. هات لي الفولدر اللي في الانجكشن، وهات لي السيلفر اللي هو السيلفر لاير كان اسمه ايه؟ اوردرز، بالمنظر ده. هنا ايه؟ هنا لو دخلت سي دي انجكشن سيلفر، عملت الاس، هلاقي اوردرز، هلاقي كمان ايه؟ الكاستمر والاوردر ايتمز. عايزهم كمان بالمره. هكرر ديت، وهنا المره دي بدل اوردر سيلفر هتبقى اوردر ايتم سيلفر بالمنظر ده، ويحطها. وهنا هتبقى اوردر ايتمز، وهنا ديت هتبقى كاستمرز بالمنظر ده. خلاص مش عايزهم. بقى كده عندي كل اللي في الاوردر، والاوردر ايتمز عندي جوه ايه؟ الفاريبل بتاعي. طيب بعد كده ابتدي بقى ابني البيزنس لوجيك بتاعي. طيب اول حاجه زي ما اتفقنا احنا محتاجين فاكت اوردر، محتاجين نعمل جوين ما بين الاوردر التيبل اللي هو اوردر، وكمان التيبل اللي هو ايه؟ اوردر ايتم. فكريت فاكت اوردر ده بيساوي ايه؟ فاكت اوردر بيساوي، حاجه اقول له الاوردر سيرفر السيرفر بتاعي دوت جوين. انت هتجوين مع مين؟ مع الاوردر ايتم سيرفر. تمام، كانك بدنا نكتب سيكوال كويري بس هنا بسبارك باي سبارك. طيب انت هتجوين على ايه؟ الانر جوين بتاعك على مين؟ على الاوردر اي دي. اوردر اي دي. تمام. طبيعي اللوجيك بتاعي ليه؟ عشان انا عندي الاوردر هو عباره عن اوردر اي دي اهوت، وعندي كمان الاوردر ايتمز هو فيه هنا برضو الاوردر اي دي اهو. تمام، فده الطبيعي بتاعنا. تمام، التو تيبل مشتركين في الاوردر اي دي. طيب بعد كده محتاج والله اعمل دوت جروب باي. انت عايز تعمل جروب باي بايه بقى؟ اول حاجه الاوردر اي دي، تاني حاجه محتاج اعمل جروب باي ايه كمان؟ عندي الاوردرز، ممكن استخدم الكاستمر اي دي، وممكن استخدم ايه؟
اوردر بيركز تايم ستامب، اعمل لهم جروب باي بتاعتي. طيب حلو. بعديها هاجي اعمل اجريجيشن فانكشن بتاعتي، هستخدم فيها اول حاجه الصم، هتجمع ايه؟ هتجمع البرايس للكولوم. البرايس، البرايس جوه مين؟ الاوردر؟ لا، هو جوه الاوردر ايتمز. تمام، فانت محتاج البرايس. طيب فهنيجي نقول له البرايس، بعد كده ايه؟ دوت الالياس بتاعنا هو ده مين؟ التوتال ريفينيو. طيب حلو. بعد كده محتاج ايه؟ محتاج برضو اعمل كاونت لمين؟ انت عايز تحسب عدد الاوردرات. جميل. عايز تحسب كاونت لمين؟ للكولوم اللي هو اسمه ايه؟ اوردر ايتم اهوت. بعد كده اديله دوت الياس. تمام. بعد كده اسميه ايه؟ توتال اوردرز بالمنظر ده. طيب لكل واحده فيهم، عشان انا هجمع الاوردر اي دي، كل كاستمر عمل قد ايه اوردرز، تمام، والتايم بتاعه. تمام، بحيث انت هتلاقي هنا مثلا الاوردر اي دي رقم واحد هو للكاستمر رقم واحد، تمام، في وقت معين. بعد كده اليوم تاني الكاستمر عمل اللي هو برضو نفس الفكره، الكاستمر اي دي واحد، تمام، عمل مثلا اوردر تاني بهكذا، تمام، اوردر اتنين. فانت عايز تجمع كل دول عن طريق الجروب بار، وتجيب كمان الكاستمر ده عمل قد ايه التوتال ريفينيو بتاعته، وكمان عدد الاوردرات اللي عملها. تمام. طب ناقص ايه؟ ناقص اللي انا سيف التيبل ده. هو لحد دلوقتي انا بقى مش هسيفه بقى كاني هسيفه في ماركت، لا، انا المره دي اعمل له لود في الداتا وير هاوس بتاعتي. الداتا وير هاوس بتاعتي اللي هي عن طريق ايه؟ بوست جريس. فهاجي اقول له ايه؟ هاجي اقول له الفاكت اوردر دوت، تمام، بعد كده هاجي اقول له رايت دوت مود، تمام، هنا برضو اوفر رايت. بعد كده هعدي له ايه بقى؟ دوت جي دي بي سي. تمام، انت هتحولها لبوست جريس. طيب دلوقتي بقى عشان تستخدم حاجه زي ديت، اصلا لو وقفت بيقول لك انا باخد منك يو ار ال، وباخد منك اسم التيبل اللي انت عايز تحطه، تمام، وكمان المود بتاعتك، وكمان البروبرتيز بتاعتك. حلو قوي. دلوقتي انا دلوقتي ازاي اتصل بالبوست جريس بتاعتي اللي هي اصلا على دوكر؟ يعني انا هنا هي بترن على سيرفيس على دوكر. جميل جدا. عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها اليو ار ال باث. تمام. طب اليو ار ال باث ده معناه ايه؟ انا كاني بقول له كونكت ما بين السبارك وما بين ايه؟ السيرفيس بتاعتي دي. طيب اليو ار ال بتاعتنا بتبقى عباره عن ايه؟ جي تي بي سي بوست جريس، وبعد كده بوست جريس والبورت اللي بيرن عليه، تمام، واسم الداتابيز ده هنا الداتابيز نيم اللي هي الداتا وير هاوس. طيب بعدين، تمام، انت عايز تمرر له بقى ايه؟ شويه بروبرتيز. ايه بقى البروبرتيز اللي انت هتمررها له؟ بتمررها له از ديكشنري، بتدي له اليوزر، تمام، اللي هو اليوزر سبارك والباسورد بتاعه، تمام، وبعد كده الدرايفر اللي شغال بيه. الدرايفر اسمه او ار جي بوستجريس دوت درايفر. تمام. ولازم لازم 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 تبقى منزل البوستجريس سيكوال، تمام، دوت جار. تمام، ده علشان اقدر اكونكت بالدوكر بتاعي. تمام. برضو الحاجات ديت كلها هتلاقيها عندنا على الريمو، فانت مش محتاج، ولو محتاج انك تجيبها، تمام، انا سرشت عليها هتلاقيها. هتلاقي كذا مقالة بتجيبها، وفي كذا طريقة بتتحط بيها. بس based on my experience يعني دي اسهل واسرع طريقة تكونكت على طول بالبوست جريس داتابيز. طيب هنيجي نعمل ايه؟ هنيجي طبعا في الجي دي بي سي، هو بيحتاج اول حاجة اليو ار ال زي ما اتفقنا، ياخد منك اليو ار ال، فادي له ايه؟ اليو ار ال بتاعي كان اسمه ايه هنا؟ جي دي بي سي يو ار ال. طيب بعدين باخد منك ايه؟ التيبل. التيبل
اسميه مثلا وليكن فاكت اوردر، او شوف انت اي اسم عايز تسميه، وبعد كده امرر له البروبرتيز. هي مين البروبرتيز الديكشنري بتاعتي. تمام. اه حلو قوي. ما انساش اهم حاجه، لازم اعمل سبارك دوت ستوب، وادي له البرنت بتاعتي. ن- ن- ادي له مثلا والله سبارك ستوب. وهنا ما انساش اقول مثلا اعمل برنت، واقول له لود from data warehouse المنظر ده. بس كده لو انا جيت هنا في جوه السبارك بتاعي، جيت رجعت، هاجي اقول له ايه، هاجي اقول له OBT، وبعد كده سبارك من سبارك سبميت، هاجي اقول له جوه الاب الانجستشن، وبعد كده هي الجولد دوت بي اي، هاجي اعمل رن. الاقي ايه لود الداتا اون داتا وير هاوس، بعد كده اوقف لي السبارك. طيب هشوف الداتا ديت فين. تمام. المفروض هي دلوقتي على الداتابيز. طب اكونكت الداتابيز ازاي؟ سهل، عن طريق دي بيفر او اي تول. انا هفتح الدي بيفر اهو. تمام. ممكن نيو كونكشن داتابيز، نيو داتابيز كونكشن، واجي اعمل ايه بوست جريس، عشان الداتابيز بتاعتي بوست جريس. انت بترن على ايه؟ يعني على الماشين بتاعي على دوكر لوكال هوست. الداتابيز بتاعتنا اسمها ايه؟ هنلاقيها في الدوكر وير هاوس اهيت. فعديله انها اسمها وير هاوس. تمام. البورت 5432. تمام. اليوزر سبارك والباسورد سبارك. هنيجي نعمل تيست كونكشن، كونكتد والدنيا زي الفل. هاجي اعمل فينش، هلاقي ظهرت اهي الداتابيز بتاعتي الداتا وير هاوس. هدخل جوه السكيما بابليك، هلاقي التيبلز، هلاقي الفاكت اوردر اللي انا لسه عامله. لو فتحت واحده جديده وجيت قلت له سيلكت استرس فروم فاكت اوردرز، جيت عملت رن، هلاقي ايه رجع لي اهو الدنيا بتاعتي. حلو قوي. بص هنا لو نلاحظ اللي حصل، اللي حصل كالتالي: انا عندي كل اوردر عملها الكاستمر اي دي ده، تمام، بالاوردر اي دي بتاعه، كان الوقت كذا، تمام، التوتال الاوردرات بتاعته، تمام، التوتال برايس اللي دفعها، تمام، وكمان التوتال اوردر اللي عملها، وهكذا. تمام. فانا هنا دلوقتي، عمال اعمل ايه؟ جمعت كل كاستمر مع الاوردرات بتاعته، تمام، وعرفت التوتال ريفينيو بتاعته كام، والتوتال الاوردرات اللي هو عملها. طيب انا كمان عايز ارجع مثلا حاجه تانية، وليكن محتاج ارجع مثلا الكاستمر. تمام. قال لك والله جيب لي البيانات بتاعت الكاستمر. سهله. هنيجي هنا وهنيجي نقول ايه مثلا دايمنشن للكاستمر.
تمام، عباره عن ايه؟ سبارك سيلفر دوت ايه سيلكت. انت عايز تسلكت ايه؟ انت عايز تسلكت كولومز معين. تمام، يا اما ترجع لي كل الكولومز، يا اما والله انا عايز مثلا كولومز معينه هي اللي سلكتها من الكاستمر. تمام، بالنسبه لي ده مش مهم. انا بالنسبه لي الاربعه دول كاستمر دول كده اهم حاجه عندي. وكمان ده الزيب كود مش محتاجه، انا عايز السيتي. تمام، وده بقى الجميل بقى ان الحاجه ديت عندي على السيلفر لاير. تمام، بس انا مش محتاجها في البيزنس، بس انا ممكن احتاجها قدام، بس هي كده كده عندي. لو احتاجتها قدام انا ممكن ازودها عادي، مفيش اي مشكله. تمام، وبعد كده هاجي اقول له ايه الدايمنشن للكاستمر ده بالظبط. دوت رايت دوت مود اوفر رايت دوت جي دي بي سي. بعد كده هاجي اديله ايه اليو ار ال، وهاجي اديله التيبل. ممكن اسميه مثلا كاستمر، وهاجي اديله ايه البروبرتيز، هي البروبرتيز بتاعتي. تمام، ممكن عشان نفصل الاتنين عن بعض، دي واحدة هنا وهنا اف string، او مثلا لود fact orders، وهنا مثلا لود customers بالمنظر ده. بس كده عين سيف، هنرن الكويري بتاعتنا تاني. نفس الفكرة، انا لو مش عايز اعمل جوين مع حاجة، عايز بس ارجع التيبلز بشكل معين، اعملها بنفس الطريقة ديت بالظبط. رجعتها، هو قال لي اهو لود كاستمر والدنيا زي الفل. هاجي هنا اعمل كليك يمين، اعمل فريش، هلاقي طلع لي ايه الكاستمرز اهي. تمام، لو جيت قلت select asterisk from customers وعملت رن، هلاقي رجع لي بس ايه اللي انا قدرت اتحكم فيه، الاي دي مع اليونيك اي دي مع الكاستمر سيتي مع الستيت. تمام، فالموضوع بقى بالنسبه لنا جميل جدا. بس كده يعتبر احنا خلصنا انا والبروجكت. ان شاء الله تابعوني في بروجكتس كتير جدا محترمه هتنزل في مجال الداتا انجينيرنج. انا حبيت ادرج من الجونيور، وبعد كده للميد ليفل، بعد كده للسينيور ليفل ان شاء الله، بحيث تبقى داخل عارف بروجكتات قويه جدا، وتبقى عندك خلفيه قويه جدا عن المجال. لو في اي حاجه ممكن تسيبولي في الكومنتس، او على التشانل بتاعتنا بتاعت الدعم. تمام، وكده انا حطيت الداتا بتاعتي جوه الداتا وور هاوس بتاعتي، وانا اقدر بقى ايه التاسك اللي مطلوب منك انت بقى تقدر تكمل. انا عشان الفيديو بتاعي ما يطولش اكتر من كده، تقدر بقى تكمل على كل بقى الفيوز زي السيلر والريفيو هكذا، وتحاول انت تعمل اللوجيك بتاعك. الموضوع والله هتتطور، الموضوع مش صعب. البروجكت هي اكبر دليل اللي انا اتيك بروجرس للحلم بتاعي، للشغل بتاعي وهكذا. تمام، والسلام عليكم.